السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. هعمل النهاردة معاكم صوص الكاتشب الجميل الصوص اللي احنا بنعتمدوه في أي عزومة وأي مناسبة. هنحتاج الأول كيلو ونص من الطماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية كويس لغاية ما يبقى عصير طماطم صافي كده. بعد كده هنحتاج تلت كوباية من السكر الناعم، وهحتاج نص كوباية من الخل الأبيض، وهحتاج معلقة صغيرة مليانة من الملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الثوم البودر والبصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهحتاج كمان عود قرنفل هيدينا طعم جميل خالص الصوص وبعد كده هحتاج ربع فنجان من المية، هحط عليه معلقة صغيرة كده مش مليانة قوي من النشا زي ما انتوا شايفين كده. هدوبها كويس جدا مع المية لغاية ما يدوبوا خالص، يبقى تجانسوا مع بعض ميبقاش فيه متكتل تحت. وبعدين هجيب حلة على النار أو وok كبير هنزل فيها بالعصير الطماطم بتاعي. بعد كده هقلبه تقلبتين كده على نار عالية. بعد كده هغطي عليه ومن وقت للتاني هفضل افتح الغطا واقلبه شوية عشان ميتحرقش مني لغاية ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. الصوص بتاعي فيه شوية مية مش متسبك قوي. بعد كده هنزل بالتوابل بقى وافضل ادوبها كويس جدا عشان ما تتكتلش معايا. وحتى لو كلكعت معاكوا زي ما حصل معايا كده، انا حاولت اعملها بالسباتيولا، ممكن تضربوها ضربة كده بالهاند بلندر، بس انا محتاجتش خالص. انا دوبتها كده السباتيولا اللي كانت معايا، وبعد كده نزلت عليها بتلت كوباية من السكر وبرضو دوبته كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. فضلت اقلب فيه لغاية ما داب معايا خالص. حاولوا على قد ما تقدروا الخليط ده يبقى ناعم معاكم. وبعد ما يتجانسوا مع بعض كده والخليط ينعم معايا خالص هنزل عليهم على طول بنص كوباية من الخل. بعد كده برضو هقلبهم وهسيبهم على النار شوية لغاية ما احس شوية من الخل اتبخر كده. بعد كده هنزل عليهم بخليط النشا والمية واحدة واحدة كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا اخدت الربع الفنجان كله. فضلت برضو احط حبة بحبة عشان القوام ما يتقلش معايا خالص ومبقاش عارفة اعالجه. اللي انا بحط شوية شوية كده لغاية ما وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. ده قوام مناسب للكاتشب الشبه اللي بيتجاب من بره بالظبط. فضلت اقلب فيه شوية كده لغاية ما قعد يطلع فقاقيع كده وبعد كده اخدت معلقة صغيرة عشان اختبره، حطيتها على طبق كده وعوجت الطبق. لو نزل منه مية يبقى لسه مستواش، بس هو كان كويس جدا وكان خلاص معايا جاهز. جبت كده برطمان كنت معقماه منشفاه كويس جدا مفيهوش ولا نقطة مية، حطيت فيه كده كمية الكاتشب. هو عمل معايا حوالي برطمانين من الكاتشب، بس بجد كان طعمه لذيذ جدا واحلى من الجاهز. وهتعتمدوه بدل ما تجيبوا الازازة من بره تكون غالية، هتعملوه في البيت بالمكونات ما احنا عارفينها وهتعملوه باسهل طريقة. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة. وزي ما احنا متعودين هسيب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.